لو انت بتشتغل على فيديوهات بالذكاء الاصطناعي اكيد واجهتك مشكلة ان كل مشهد بيطلع بشخصية مختلفة لو انت عايز تعمل اعلان او قصة بنفس الشخصية. لكن تخيل معايا لو قدرت تثبت نفس الشخصية من اول مشهد لاخر مشهد في الفيديو، نفس الملامح نفس اللبس نفس كل التفاصيل، وكأنك بتصور شخص حقيقي في استوديو. في الفيديو ده هعرفك على موقع هتستخدمه معايا خطوة بخطوة عشان تثبت صورتك أو صورة أي شخصية أنت عايزها في كل المشاهد بالذكاء الاصطناعي. الطريقة دي هتفتح لك أفكار كتير جدا للفيديوهات الإبداعية وهتخليك تشتغل بشكل احترافي أكتر، وكمان توفر وقت ومجهود في التعديل. يلا بينا نبدأ. خليك مركز معايا لآخر الفيديو لأن كل خطوة مهمة علشان النتيجة تطلع معاك مظبوطة. هنروح على موقع اسمه LTX Studio. هنعمل ساين ان بجوجل او بايميل عادي، فاحنا هنستخدم ايميل مؤقت. ندوس على ساين ان يوز ايميل. هنروح على موقع تاني بميل، ناخد الايميل، نرجع على موقع تاني، نحط كوبي، نعمل سند كود، ننتظر معانا لما الكود يوصل علشان نفعل الاكونت. وصل الكود اهو، ناخد كوبي، نرجع نحطه هنا، ننتظر لحظات الموقع يفتح معانا. كده الموقع فتح معانا، ننزل تحت كده، ندوس اكسبت، اكسبت، اكسبت برضو. دي اي حاجة مش مشكلة، نختار اي حاجة. تمام. ازاي بقى نعمل نثبت الشخصية في المشاهد بتاعتنا؟ هنروح على جنريت ايمجز دي. تمام. هنختار من الصورة بتاعتنا اللي احنا عايزين ندوس على ايمج. تمام. من هنا نحط الصورة اللي احنا عايزينها. تمام. مثلا صورة الشخصية دي. تمام. وبعدين هنختار كلمة change location to. تمام. ونجيب برومت من تشات جي بي تي. هنقول لتشات جي بي تي عايز برومت بالانجلش لتغيير مكان شخصية لمكان مثلا مناسب لتصوير فيديوهات يوتيوب. تمام. مع حفاظ على الشخصية الأساسية بنفس كل حاجة. تمام. هطلع لنا البرومت، ناخد البرومت ده، نرجع على الموقع تاني، نحط البرومت هنا كده، وقت جنريت، ننتظر لحظات وهنشوف النتيجة هتطلع معانا ازاي. هيطلع لك الصورة بنفس الملامح بنفس كل حاجة، بس هيغير لك المكان. كده بعد ما طلع لنا الصور دي، طلع لك 3 صور مختلفين بنفس الشخصية بكل حاجة، غير لك بس المكان بتاعه. طيب ممكن نجرب برضو برومت تاني، ممكن برضو اقول له عايزين برومت بنفس الطريقة، لكن شخص مثلا ماسك موبايل كأنه بيصور فلوج في بلد أوروبي مثلا. ناخد برضو البرومت في الآخر، نروح نغير فيه برضو المشهد، ونشينج لوكيشن تو، نحط ده، جنريت. برضه هننتظر معانا لحد ما يطلع لنا النتائج. كده طلع لنا النتائج، بس برضه في مشكلة في الصور دي، بس دي إلى حد ما طالعة مظبوطة. برضه ممكن نروح لتشات جي بي تي ونغير في البرومت، مثلا نقول له عايزين الشخص يكون باصص باتجاه معين في اتجاه الكاميرا، ممكن ماسك الموبايل بطريقة معينة، وراه مش عارف ايه، حواليه ايه، يعني كل حاجة ممكن نخلي تشات جي بي تي يكتبها كويس جدا في البرومت، وهيطلع لنا نتائج احترافية جدا جدا جدا.
زي ما شفت تثبيت الشخصية في كل المشاهد بالذكاء الاصطناعي سهل جدا مع موقع LTX، والنتيجة كانت احترافية بشكل رهيب. جرب الطريقة وقول لنا في الكومنتس النتيجة كانت كويسة ولا لا. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن أدوات تقنيات الذكاء الاصطناعي وعن التقنية بشكل عام.